انا بستغرب والله من الناس اللي طالعه تبرر ان احنا بنخسر وان احنا بنتعادل وان الاهلي مستواه زفت وان الاهلي مستواه زي الزفت. طب انت طالع تبرر ليه؟ طب انت مستفاد ايه ان انت طالع تبرر؟ يعني انت دلوقتي كولر مدرب كبير، وكولر مش عارف ايه. طب ما انت لو جبت اي حد، يعني تخيل معايا كده، لو جبت خد بطولتين دوري ابطال وخد مش عارف ايه وراح كاس العالم للانديه وراح. طب ما انت هات اي حد كده من الشارع، هات والله اي حد. طب تخيل كده ان احنا لعبنا الماتش اللي فات من غير كولر خالص، يعني انت تخيل كده ان احنا لعبنا من غير مدرب خالص، كانت التشكيله هتبقى احسن من كده؟ كنا هنعمل ماتش احسن من كده. يعني احنا عارفين ان الماتش فايزين 6-1 وقايلين برضو الفرقه فيها حاجه غلط، والماتش اللي بعديه نكسب برضو المصري وقايلين فيه حاجه غلط، ونتعادل مع انبي وكنا هنخسر من انبي في الدقيقه 85، كنا هنخسر من انبي لولا ضربه الجزاء اللي ضاعت عشان ربنا بيحب مصطفى شوبير. فهو والله في ظلم في الفرقه. يعني انت اما تقتنع، اما تطلع تقول الحقيقه ان في ناس مظلومه في الفرقه، يعني واحد زي الشناوي بيلعب عافيه، ولو هو مش هيلعب انا هخرج بره التشكيله، انا مصاب هطلع بره القايمه خالص وبمزاجه. طب ليه؟ يعني هو ماسك ذل على مين في النادي مثلا؟ يعني مصطفى شوبير مظلوم. تيجي بقى في ناس يعني لما يلعب لك كوكا هاف شمال ولا ناحيه، ولا يلعبوا اسمه ايه، كريم الدبيس. طب ليه يعني؟ يعني الناس دي طب ما تطلع اعراض وتتودد كده في الفرق، وبعد كده تبقى تيجي تاني ولا ما تجيش ولا نشوف ناس غيرها، ولا عمالين نتكلم في الصفقات؟ طب ما نشوف الناس اللي موجوده الاول. يعني الناس دي بتلعب في النادي الاهلي، ولو جبت هتقول لي بقى الناس دي خدت بطولات والناس دي، طب ما اي حد ما النادي الاهلي على طول بياخد بطولات. يعني انت جبت ايه الجديد اللي انت جبته يعني؟ فهي حاجه تحرق الدم يعني، والله العظيم بقى لهم من ساعه ماتش الزمالك. يعني مش الناس بتقول لك من ساعه ماتش باتشوكا، لا هو من ساعه ماتش الزمالك بتاع السوبر الافريقي، وهم احنا نازلين احنا هنكسب الماتش واحنا احسن وخدنا على عينينا، وطلعوا قالوا ضربات الجزاء. ولما احنا فزنا بضربات الجزاء في السوبر المصري ما قالوش ضربات جزاء، احنا فزنا وخلاص واحتفلنا وقعدنا نعمل كده ونغيظ ونعمل. طب ليه طيب؟ يعني ليه المستوى ده؟ ليه اللي احنا وصلنا له ده؟ عشان في ظلم في الفرقه، عشان اللعيبه ما بتحبش بعضها. يعني لما صفحه النادي تنزل اعتذارات للعيبه، وتنزل بقى كل صفحاتها وكل حاجه اللي هي بقت كل حاجه بقت زي الزفت في النادي. يعني ايه بقى؟ اللعيبه بتتخانق مع بعضها، اخبار بتتسرب من قلب الاوضه، يعني ده اتخانق مع ده وده تتشاكل مع ده، وغرامه مليون، وتخس تاني بقت نص مليون، بقت 250 الف. لا ده احنا فزنا بالسوبر المصري خلاص هنشيل العقوبه من على كهربا خالص. طب ليه يعني بنوصل للمرحله دي؟ او بالراحه ولا من غير بقى حد يتعصب ولا حد يعمل. اكرم ماشي، طب ما يمشي يعني اكرم مشي. طب ما انت عندك كله زي اكرم، انت عندك مروان زي اكرم، عندك السولية زي اكرم، عندك كوكا ما بيلعب زي اكرم، مفيش حد. امام بقى الفتره الاخيره بقت كله دفاع، فانت كلهم زي بعض. ما حمدي فتحي مشي ودلوقتي عايزين نجيبه تاني، هيبقى كله زي بعضه. حمدي زي اكرم زي ما زي مروان زي السولية، كل نص الملعب هيبقى زي بعض، ما فيش حد فلتة كده يلعب لي 8 و10 مع بعض، ما فيش. ما اكرم ما يمشي اكرم. عايزين نجيب الناس اللي بره في الاعراض، عايزين نرجع حمدي فتحي، عايزين نجيب تريزيجيه. فين بقى الكلام ده كله واحنا خلاص داخلين كاس العالم للانديه؟ هنعمل ايه بقى في كاس العالم للانديه؟ بالراحه اهو، وبكل هدوء وبكل برود وبكل حاجه. فوالله حاجه بقت تحرق الدم. والماتش جاي مع سموحه، يعني احنا الماتش الجاي مع سموحه في الدوري بالمستوى ده، هنتعادل مع سموحه او هنخسر مع سموحه. قلنا بقى مش يعني ايه المهم عندنا؟ الدوري ولا دوري الابطال بقى ولا افريقيا؟ فاحنا عايزين نعرف إيه المهم عند كولر وعند الاداره، الناس اللي طلعت تبرر والناس اللي طلعت تتكلم. ايه المهم؟ يا عم احنا في الدوري وحشين، بنتعادل مع انبي وهنتعادل مع سموحه، ولا هنخسر ايا كان بقى الماتش اللي جاي، ولا انفلتت بقى؟ ما هو كل 5 6 ماتشات وحشين نفلت ماتش كل 7، ما هو فين بقى؟ يعني اللعيبه ولا مستواها ثابت ولا حد عنده استمراريه ولا اي ولا حياه لمن تنادي في النادي. ليه؟ عشان الجمهور بنعاقب الجمهور، ده في مشكله مش عارف مع مين. ايه اللي احنا وصلنا له ده بقى؟ يعني هي حاجه تنرفز وحاجه تضايق، واحنا طالعين ببرود وهدوء عشان نشوف حل للموضوع ده. هتقعد تفكر لها كده مفيش يعني. طب ما هي نفس اللعيبه اللي لعبت ماتش العين حلو، افتكر ماتش تاني، ماتش سيراميكا الشوط التاني مش الاولاني، الماتش بتاع شباب اللي كان هنا 6-1 الشوط التاني برضو مش الشوط الاولاني. هنقعد بقى نفتكر بقى على فترات، يعني طول الموسم هنفتكر ماتش والشوطين، طول الموسم هنفتكر ده.
فبلاش معلش حد يطلع يبرر، يعني الناس بتهاجم كولر، الناس بتهاجم الشناوي. طب ما احنا الجمهور يعني تسمع، ولا احنا محللين، ولا احنا هنقعد نقول لك الوينجين. طب ما هي حاجه سهله يعني، قلنا شيل كولر والعب من غير كولر خالص الماتش الجاي. إيه اللي هيحصل؟ هو اللي كان هيحصل لو التشكيله هي لو غير في التشكيله كنا هنكسب حتى. يعني كده كده مالوش لازمه معانا. فالناس اللي تقول لك، فالناس بقى انا فهمنا بقى الاداره مش عايزه تمشيه ليه؟ عشان هتدفع 6 شهور، ال6 شهور دول عاملين مليون وشويه، فهم متمسكين بيه عشان المليون اللي هم هيدفعوه. طب ما يكسح يا عم ويدفعوا المليون وننقذ قبل كاس العالم للانديه وننقذ